السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض طاجن مكرونة في الفرن. طعمه يجنن يا جماعة، اوعدكم لو شفتوا الفيديو وطبقتوا الوصفة دي بحذافيرها اوعدكم عمركم ما هتشتروا طاجن المكرونة ده من بره ابدا. وكمان هو دلوقتي بقى سعره عالي، وكمان ما بيشبعش، فانتوا لو عملتوه في البيت بالطريقة دي هيعجبكم جدا جدا. جبت كمية من البصل، عصقت اللحمة بتاعتي. انا عملت حوالي هما الاربع طواجن دول انا عملتهم بياخدوا لهم ربع كيلو لحم، هنقول مش ربع، هنقول 300 جرام من اللحم. كمية لحمة صغيرة قوي. وجبنا بصلة شوحناها. انا شوحت البصل كله في حلة واحدة وخدت منه. بعد كده حطيت في الحلة دي اللي هي اللي في ايدي دي، بحط فيها الطماطم بالشكل ده كده، وهخليهم يغلوا على النار مع بعض. واللحمة الناحية التانية بتت ايه بتت آه بتتعصج. وهي اثناء التعصيج بتاعها انزل بالبهارات بتاعتها. البهارات اللي احطها على اللحمه بحطها على الصلصه، هي نفس البهارات. خلاص. ملح، كمون، فلفل اسود، اهم حاجه بس تظبطوا ايديكم في الملح، عشان خاطر الملح بيظبط قوي طعم الطاجن، يعني ظبطة الملح دي بتظبط طعم الطاجن. حطيت كمون، ملح، فلفل اسود، كزبره. كل البهارات دي بحطها على الصلصه. وهبتدي ان انا اخليها بقى لما تتعصج، والتانية برضو الصلصة تتقل او ايه تتشكشك كده مع البصلة بالشكل ده. خلاص. امشوا بقى على الوصفة كده بنفس الطريقة. والله العظيم ما بيعدي، هقول لكم ايه يعني 15 يوم اللي لازم يقولوا لي اعملي لنا الطاجن ده. بجد من جماله بيحبوه قوي قوي. طيب بعد كده اللحمة اتعصجت، نزلت بحوالي كام معلقة كده من الصلصة. خلاص. لحد اللحمة بقت خدت لون حلو كده، بعد ما اتعصجت مع البصل مع الطماطم اللحمة. نزلت بقى بإيه؟ بالفلفل. عندك فلفل ألوان أصفر وأحمر حطي. أنا حاطة هنا فلفل أخضر بارد وإيه وحراق. بعد كده الفلفل ما دبل شوية، نزلت بحبة من التوم، هنقول نص معلقة صغيرة من التوم. هنا الصلصة بتاعتي كانت خلاص خلصت خالص، هي كده كده كانت برضو متسبكة يعني. بس احنا اديناها يعني شوية كده على النار، يعني حبة تتشكشك كده على النار. خلصناه. بعد ما خلصت رحت حاطة حبة من الخل وحبة من الثوم، وما طبعا خلاص ما يعني ما ادهاش على النار تاني كده خلاص. عشان ايه؟ ريحة الخل بالثوم ما تروحش او ما تضيعش منها. جبت الطواجن بتاعتي كده. اذا عندك بايركس زي حالاتي كده اعملي في البايركس، عندك طواجن اعملي فيها. وابتديت ادهنها بالزيت، ونزلت باللحمة وسويتها بالشكل ده كده. خلاص سويها بالشكل ده. مكتريش كمية اللحمة، يعني حاجة بسيطة كده. هو بياخدش لحمة كتيرة يعني. زي ما قلت لكم هو 300 جرام هيكفوا، طبعا انا كنت عاملة بالزيادة اللحمة يعني. طيب انا جبت الصلصة اللي احنا كنا عاملينها دي اللي شفتوها معايا وقلبتها في المكرونة بعد ما المكرونة اتسلقت. انا نسيت اقول لكم ان انا النهاردة بسلق المكرونة. سلقت المكرونة نص سوا، خلاص نص سوا يا جماعة. وبعد ما اتسلقت صفيتها عادي وقلبتها في الصلصة اللي احنا عملناها، قلبت الصلصة فيها كلها. خلاص. عندك صلصة طماطم برضو اللي هي بتتجمع من بره دي، حطيها برضو تحمر الدنيا شوية. اظن الموضوع سهل جدا. في ناس بتعمل الطاجن ده ني. انا بصراحة ما جربتوش عشان ما افتيش، بس انا بعمله بالطريقة دي فهو بصراحة تحفة، وكمان عشان ما ياخدش منك وقت في الفرن طويل. بسكن اللحمة كده وبسويها. وبنزل بقى ايه بكمية المكرونة بتاعتي. اهم حاجة ما كترش المكرونة قوي قوي، عشان ما تاخدش معايا برضو وقت في الفرن. المكرونة دي بقى عشان خاطر تستوي في الفرن هنعمل ايه؟ يعني هنسقسق لها كده حبة من المية، حاجة بسيطة كده، عشان خاطر ما تاخدش معانا وقت في السوا. مش عشان وكمان عشان مش عايزين اللحمة تتحروق. احنا لو محطناش مية المكرونة هتنشف اولا، واللحمة ثانيا هتتحروق من تحت. فالمية دي بتخلي المكرونة ما تتحروقش او ما تنشفش، واللحمة ما تتحروقش، وكمان المكرونة تستوي بشكل كويس، تاخد السوا بتاعها الكامل. قعدت قد ايه في الفرن؟ قعدت لها بتاع ساعة. دخلتها على درجة حرارة عالية، اعلى حاجة عندك في الفرن. وحطيت عندي رفين، حطيت في الرفين. وبعد نص ساعة ابتديت ان انا انزل غطيتهم بورق فويل بعد ما سقسقتهم بالمية زي ما انتوا شايفين، عشان ما انساش بس. اهم حاجة حبة المية دول ما تنساهمش.
وغطيتهم بالفويل ودخلوا على الفرن العالي على الرفين. وبعد كده بعدها بنص ساعة بقيت أبدل، اللي جبت اللي تحت فوق واللي فوق تحت، ده من الطواجن يعني. وخلاص سبتهم لما بقى استووا خالص خالص. هتعرفي منين لو انت عايزة تعرفي السوا بتاعهم؟ تقومي رافعة الفويل بعدها بنص ساعة تتأكدي، شوفي المكرونة لقيتيها استوت وشكلها كده استوى، هي بيبان طبعا، تدوقيها كمان لو عايزة. خلاص كان بها تطلعي الطاجن بتاعك، او هنزل اللي فوق تحت واللي تحت فوق، كل ما تستوي يكون افضل. وزي ما قلت لكم، هو مش مكلف وتكلفته بسيطة جدا جدا. وادي الشكل النهائي ليه، يا رب الوصفة تكون عجبتكم. وكمان ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة وتسيبوا لي تعليقاتكم الحلوة، والسلام عليكم.